بداش لا اداره ولا لعيبه ولا كادر على الجمهور اللي بيقطع الاكل عن اولاده. يا عمي والله لا تتعبوا حالكم، دمرت الفريق انا كمشجع. الله يعطيكم العافيه. مبارك للاهلي، هارد لك للرمسه. بدنا نعرف عبد الرحمن الدرايس القلب الدفاع الثاني من ايش بيشكي. بدنا توضيح من الكابتن وسيم البزور ليش عبد الرحمن الدرايس قلب الدفاع الشاب النشيط ما بيلعب بالتشكيله الاساسيه، لانه انت عندنا قلبين دفاع كبار بالعمر. اليوم المسؤوليه على مين؟ اكيد على الكابتن وسيم ابو زيد. بنقول له الله يعطيك. ليش دامع على وسيم؟ لانه يعني خلينا نقول قلبين الدفاع، مشكلتنا بقلبين الدفاع لما تكون انت بتقدم 1-0 وتخسر 2-1 مع احترامي للاهلي. يا باقي الاهلي مش الفريق الكبير، الاهلي مع احترامي له ومبروك للاهلي، بس المفروض انه وسيم لعب بشيء. يعني عبد الرحمن الدرايسي لاعب يعني خلينا نقول شاب وباخذ وبعطي. انت لعبت باكبر اثنين بالعمر عندك، والله يعطيك العافيه. اسمع بدي اقول لك شغله، انا متعهد حفريات، عندي جرافه ليدر بتعهد فيها لمدى العمر اشلع النادي من جذره كامل ومع السلامه. بداش لا اداره ولا لعيبه ولا كادر ولا يروحوا كلهم اللعيبه. اول شيء بس الناس تشرني دقيقه بس. وسيم اول شيء الاداره انتم طلبتوا 6 اشهر، يا اداره طلبتوا 6 اشهر تنجزوا وتعملوا فريق جديد. هذا الفريق كله بتروحوا وانتم بتروحوا بس. اول شيء شايف اللعيبه هاي بتضحك على الحه وشوارب اللعيبه هاي، تروح تقلب وجوههم يروحوا مع المدرب. اول شيء بنقول مبروك لفريق الاهلي وهارد لك فريق الرمسا، فريق بده تقية على الكامل مع الاداره. وسيم الرمسا اكبر منك، الرمسا اكبر منك بقد يا وسيم. ارحل انت والاداره بقدينا، لانه بقدينا اقسم بالله انه احنا ملينا الفوتبول وقرفنا الفوتبول من وراء اداره نادي الرمسا او من وراء وسيم. فوسيم النادي اكبر منك، ارحل افضل لك، والاداره ترحل، لانه الاداره بدهم ناس تجهم، واللعيبه بيضحكوا على الناس، بيضحكوا على الجمهور هذا اللي بيقطع الاكل عن اولاده وبيجي يحضر مباراه الرمسا. احنا من الان مقاطعين للمدرجات حتى رحيل الاداره، حتى رحيل وسيم. السلام عليكم. وسيم لازم يطلع من مره. وسيم خلص، لا جبنا لا دوري، لا جبنا لا درع ولا كاس. روح وسيم منا من لا شيء. والمباراة إننا كانت المباريات اللي فاتت كان إننا تبديلاته غلط. إحنا الرمسا طول عمرها بتلعبش مهاجم واحد، مهاجمين 2، وعندك شباب قاعدة الدفاع فيه قاعد ابو. ليش اليوم المسؤوليه على وسيم؟ وسيم هو بتحمل مسؤوليه كبيره. وسيم بتحمل مسؤوليه، تشكيلته مش تشكيله مضاها من اول ما استلم الرمسا، هو نفس التشكيله ما غيرهاش. هاردك اول شيء الله يعطيكم العافيه. وهذا لعب برد عيد وكرر للمليون، هذا لعب شوارع، الحق علينا احنا اللي بنيجي منتابع فريق واقع، الحق علينا. وبالنسبة للبطولة هاي يا عمي والله لا تتعبوا حالكم، لا وحدات ولا فيصلي. عمي عمان باي. هاي البطولة هون بالشمال، إذا الرمسا طلع منها بيجيكوا فرسان الشمال اللي هم نادي الحسين الملكي. مش بكيفهم لعمان، بغصب عنهم وطرق خشوم. هاي للحسين. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيهم العافيه الجمهور مش اللاعبين. انا لما باجي بدي اتفرج على لعيبه مش لعب شوارع. انا قلت لك المره اللي فاتت، قلت لك انا معهم لو بنزلوا على الدرجه الالف، بس وسيم ارحل دمرت الفريق. انا كمشجع باجيش انطيك تشكيله تلعب لي باثنين ثقال ورا. في عندك جعفر السماره بفوته بغلط، عمرو ابو ذئب لحقت الطابه ما لحقتهاش، على راسي كل اللعيبه، لكن انا بنتقدك كلاعب داخل الملعب. انا زلمه باجي هون رحت منجلط 40 مره، اجي مميع معي مش لهالدرجه. انا يوم باجي على المدرج بدي اشاهد فوتبول انا والجمهور المحترمه. الله يعطيكم العافيه، انتم الظلم مش اللاعبين. الله يعطيك العافيه. نطلب من الاداره والهيئه العامه انه تغير اسم النادي، تحطوا نادي العائله وتريح الجمهور وخلص. كمان
الله يعطيكم العافيه، لا تلعبوش باسم الرثيه، العبوا اسم العائله، خلص ريحوا هالجمهور، ما حداش ما ينعى هالعائله، العائله مستلمه النادي، دمرتوا النادي. مسؤوليه على مين اليوم؟ مسؤوليه على رئيس النادي والمدرب. رئيس نادي بتيش قد النادي وما عندكيش حلول لا انتوا ولا الاعضاء، ليش نزلتوا؟ خليتوها لجنه مؤقته تا يجي واحد يستلم النادي. انتوا ما معكوش لا مصاري ولا معكوش تسووا للنادي، ليش نزلتوا؟ وخلص حولوا نادي الرمثة نادي عائله وخلص. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اللعيبه من اجدب ومتبع الوسيم، يا اخي يطلع من النادي، اشق على يطلع من النادي كله، بطلب من ادارته، بطلب من ادارته يطلع. يعني طلع على عمر محزوب، ليش ما تفوت جحفر سماره؟ ليش ما تفوته؟ هاردك سيدي، اول شيء يعطيكم العافيه وهارد لك لنادي الرمثة. مش عارف الواحد شو بده يحكي، يعني صراحه نادي الرمثة يعني اللي احنا بنتابعه من الثمانينات، بتطلع لعب شوارع، ما في روح، ما في شغف باللعيبه، اللعيبه داش تلعب. ما بعرف يعني احنا اللي جمهور قاعدين عدم مؤاخذه بنقطع عن اولادنا، من رواتبنا، من وقتنا، من كل شيء، وبنيجي لهم على الملعب. بس عدم مؤاخذه بتلاحظ ما في روح للفريق. اداره وسيم للمباراه بارض الملعب كلها غلط. انا بالنسبه لي كيف شلون؟ كلها غلط. انت تشكيله انت بتنزل بلعيبه عدم مؤاخذه ورا الثقال، ما بتدخل لعيبه اللي يا اخي انت عندك عز العواقل موجود. يعني في مشاكل شو ما كان في بارض الملعب، انت كفريق انت قاعد بتقدم بارض الملعب. الرمثة وين كان؟ انت معروف الرمثة من زمان هجومي، صح ولا لا؟ صحيح. نحكي الصح، الرمثة هجومي. من امتى الرمثة قاعد بيلعب اقل طابه بتيجي؟ يعني مباراه الوحدات، الجول اللي اجى اليوم تبع الاهلي الاول الثاني نفس جوال الوحدات اللي جت فينا. أيوة. ما بعرف شو بدي احكي، يعني حسبي الله ونعم الوكيل باللي بيعمل بالرمثة هيك وبيعمل بالجمهور اللي بيجي قاعد من اخر الدنيا. وجمهور الرمثة من امتى بيجي 200 واحد بس؟ دائما جمهور الرمثة بيجي بالالوف، صح ولا لا؟ صحيح. كان يسكر الملعب وما في شيء نحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل. بس بكل واحد ما بوقف لاسم الرمثة، لانه اسم الرمثة كبير، واسم الرمثة معروف بالشمال، دائما اسم الرمثة هو الاول وراح يظل الاول. واللي بيتمنى دائما الفوز لاي فريق غير نادي الرمثة، انا بحكيها على عبر منصتكم المحترمه، اي واحد من الجمهور بتمنى الفوز باي بطوله لغير نادي الرمثة مين ما كان يكون، انا ضده وضد اي واحد، وبقول له يطلع من تشجيع نادي الرمثة كامل. هاردك يعطيك العافيه. مدرب محلي ما بينفع للكرة الأردنية، أجنبي، جيب واحد أجنبي اللي ما يتأثر بالكلام الجمهور. مدرب محلي اليوم ما بزبط. واليوم يا اخوان، يعني انا بشوف اليوم يا اخواننا بنادي الرمثة البدي ينتقد بضمن الادب والاحترام. احنا هذا ماخذ مش بتدمر ولا بسيرنا ممنوع واحد ينتقد المدرب ولا شيء، لا بالعكس ينتقد بس من دون اساءة ومن دون غلط. الرسالة الثانية للاتحاد الأردني، يا عمر البشتاوي كل الحب والاحترام يا ابو اكرم، ويا اسماعيل الحافي ابو عدنان رئيس اداره التحكيم وفتح العربيات. عمر البشتاوي انت بال91 بتتذكر لما حرمت الرمثة من الدوري هذا بلال اللحام، وانت اليوم مشروعك مش راح ينجح لمحمود السوالمي ومروان اسماعيل مركز عليهم هذول، مش رايح ينجح. اليوم المسؤوليه على مين؟ اليوم المسؤوليه على اللعيبه وعلى المدرب. لعيبه والمدرب هم بيتحملوا مسؤوليه. ليش دائما المدرب يتحمل المسؤوليه؟ لا الاداره شو ذنبها؟ الاداره يعني عدم مؤاخذه، عضو الاداره ينزل يلعب كره قدم؟ لا، اليوم بتحمل مسؤوليه مدرب. عندك جيب مدرب اجنبي. اليوم كل الحب والاحترام والتقدير الى المدرب المحلي، والله كلهم حبايبنا واصحابنا، بس ما عندهم شيء يقدموه للكره الاردنيه. وهذا كله وسيم كان ناجح مع الانديه اللي دربها الى مع الرمثة. والله هذا رايك، انا بحترم رايك، بس قلت لك اليوم بس والله شوي، اليوم لازم يصير وقفه تغيير دائره التحكيم كامله. عمر البشتاوي الله يعطيك العافيه، انت واسماعيل الحافي وفتحي عربيات استقطب من دول الخليج. في عندك عبد الرحمن عبده حكم قطري متمكن، في عندك بدوله الامارات العربيه الحكم الدولي مديالي علي بو حسين، بيقدر يقود دائره التحكيم وحل. لانه هسه عمر البشتاوي بده يخلق حكم هو مروان اسماعيل ومحمود السوالمي عليهم كوارث تحكيميه. والله
ما بيصلوا، بدهم مليون سنه لمستوى ادهم مخادمه. وبالله عليك يا ابو شقره لا تشطب شيء، وكل الحب والاحترام، ولا تبقى من جماعه الاتحاد تكسب تذاكر بكره ويقولوا لك قص وما قص. انت محترم وكل احترام لك حبيبي الله يسعدك. يعطيكم العافيه. انا بحط اللوم كله على الاتحاد الاردني وعلى الحكام، بخافوش الله. هم بيهمهم مش احترام الجماهير كله، هم بيقضبوا مصاري من الجماهير وفيش احترام جوا لكل اللي بيتفرجوا. وين طيب؟ ما بيصيرش هذا الحكي. غيروا الحكام واللي بفوز الله يوفقه، هذا لا ما في زعل. اليوم مسؤولية على التحكيم. المسؤولية على التحكيم، وكثير زاوقوا جوا. والاتحاد لازم يدير باله على هالشعب كله، هذا حرام ما بصيرش. عرض لك. الله يعطيك العافيه. بس السلام عليكم. بس لازم وسيم زوم يروح، وسيم يروح، وخالد السماء رئيس النادي يروح، وعضته يروح. بالناس المباريات، بالناس رئيس نادي فاشل هذا. اليوم اسمع صلى على النبي، هذيك المرة فازوا 1-0 وقلنا الحمد لله رب العالمين. بس احنا بنقول مش دائما العله يقولوا لعيبتنا ما شاء الله عليهم. من مين العله اليوم؟ العله مبينه، العله مبينه بنص الملعب، مبينه العله يا عمي. اللعيبه ما شاء الله عليها، نظركم تخربوا نفسيه اللاعب. اجوك من ال19 جبت لنا من الفئات، قلنا كثر خيره، عمل الواجب اللي عليه. بس احنا بنقول العله مش دائما من اللعيبه. ليش ما فوت عز؟ على مين المسؤوليه اليوم؟ انا بشيلها لوسيم. ليش دائما وسيم دايما انه مبين النتائج مبينه، وكل رمثة بيجيب لك دائما النتائج احسن من هيك. بس اليوم ما فيش نتيجه. بفوز لي بمباراه و10 خسرانهن شان الله. الحمد لله رب العالمين.